ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. المرجو الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد والإعجاب إن عجبكم الفيديو. مواطن يحرق جسمه أمام إدارة في الرباط. أقدم شخص يوم الاثنين في حدود الساعة 10:20 صباحا على حرق بدني أمام بناية إدارية في العاصمة الرباط. وأقدم المواطن الذي يبدو من ملامحه أنه في الأربعينيات من العمر على صب مادة قابلة للاشتعال على جسده وسط الشارع قبل أن يوقد النار، فيما تم إنقاذه من طرف بعض المارة بالاستعانة بعبوة إطفاء النار. وقال المواطن حضر الواقعة إن الشخص الذي أحرق نفسه كان سيهلك لولا تدخل المارة وإطفاء النار بسرعة. وبعد إحراق جسمه توجه المعني إلى الباب الإدارة حيث ظل راقدا على الأرض، وبين الفينة والأخرى يرفع السباب مرددا الشهادتين. ولا يعرف السبب الذي دفع الرجل إلى إحراق جسده، بينما كان المعنى يحمل ملفا أخضر هم أحد عناصر الشرطة بالتقاطه من الأرض، فقال له إنه يضم أشياء مهمة. وظل حارق جسده راقدا في مكانه أمام البناية الإدارية حوالي نصف ساعة قبل أن تأتي سيارة الإسعاف وتنقله إلى المستشفى.